حسن شاكوش كان بيتعالج، وحمو بيكا شكله نفسيته مش أحسن حاجة بعد الحبس، واللي حصل لعمر كمال محدش يصدقه، ورحمة محسن سحبت البساط منهم وقعدتهم في بيوتهم وخلت كل واحد يرجع خطوتين 3 لورا، ولهفت منهم حفلات الساحل الشمالي وراحت عليهم خلاص، وما بقوش مطلوبين زي الأول، وكل فين وفين لما يظهروا في حفلة أو يعملوا أغنية. فإيه سر اختفاء نجوم المهرجانات الشعبية من الساحة؟ يا ترى إيه اللي حصل لهم؟ هل خناقتهم مع بعض هي اللي أثرت على مشوارهم الفني؟ تفتكروا بيصرفوا منين دلوقتي؟ التفاصيل كاملة هقول لكم عليها في الفيديو ده، خليكم متابعين معايا للآخر. هم فين نجوم المهرجانات الشعبية؟ ايه اللي حصل لهم عشان فجأة في يوم وليلة يختفوا كده عن الأضواء، وما بقيناش نشوف حمو بيكا ولا حسن شاكوش ولا عمر كمال، آخره بيطلع يقول حكم ومواعظ. يعني عندكم حمو بيكا من ساعة ما خرج من الحبس وهو مش زي الأول، زي ما تقولوا كده نفسيا تعبان، وما بقاش يطلع يعمل فيديوهات يهزر فيها مع أصحابه ويعمل ترندات زي زمان. ده كان بيعمل في اليوم الواحد أكتر من 4 ترندات. حتى على السوشيال ميديا نادر لو نزل صورة ليه أو فيديو، ومش عارفين بقى هو بيصرف منين دلوقتي، خاصة إنه تعبان وبياخد علاج بيكلفه شيء وشويات في الشهر، ده غير إن عنده بيت مفتوح ومراته وبنته عودهم على الغالي، فأكيد مصاريفه عالية، بس برضه ممكن يكون عامل حساب الأيام دي ومحوش له قرشين على جنب. أما بقى حسن شاكوش واللي كان مسيطر على مسلسلات رمضان، العتاولة على إيش إيش ما سابش حاجة غير وغنى فيها، ومن بعد رمضان فص ملح وداب زي ما بيقولوا واختفى عن الأنظار، واختفائه المفاجئ ده خلى الناس تدور عن السبب، وفي بعض المصادر الصحفية اللي قالت إنه كان بيتعالج في مصحة، بس هو ما طلعش ولا رد على الكلام ده سواء بالنفي أو التأكيد، ويا دوب لسه ظاهر من يومين وهو بيعمل بروفا لحفلة، ومش عارفين بقى هيرجع تاني يسيطر ولا هيكون وضعه إيه. عموما هيبان. نيجي بقى لعمر كمال، من وقت العيد الصغير محدش يعرف عنه حاجة غير إنه بينزل فيديوهات ليه بيقول فيها حكم ومواعظ. طب فين شغلك يا عمر؟ ما بيردش. طب جمهورك مفتقدك؟ برضه ما بيردش. بس يا ترى اختفائه ممكن يكون علشان بيحضر لأغنية جامدة جديدة يرجع بيها بعد بنت الجيران، ولا إيه الحكاية؟ بس خليني برضو أقول لكم إن رحمة محسن يعتبر سبب من أسباب اختفاء حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، لأنها من ساعة ما ظهرت وهم اختفوا، وزي ما تقولوا كده سحبت البساط منهم وقعدتهم في بيوتهم، بعد ما كان كل واحد منهم بيحيي في الليله الواحده اكتر من 3 حفلات، ده غير بقى الافراح اللي كانوا بيغنوا فيها، غير حفلات الساحل الشمالي اللي كانت كل سنه بيبقوا مسيطرين عليها. السنه دي محدش شافهم هناك، ويمكن مفيش غير حفله واحده اللي عملها حمو بيكا وخلاص على كده، انما بقى رحمه لعلعه في الساحل وبره الساحل. تفتكروا هيرجعوا يسيطروا تاني على الساحه ولا خلاص راحت عليهم؟ شاركونا انتوا كمان في التعليقات.